ديروا فينا هادشي هذا؟ انتوما عيب عليكم. اليوم حنا مصورين كتعملوا فينا هادشي هذا. عيب عليكم. ديروا كلوا الحقيقه هذه باش دير لي انت ما تربحليش لا غيني اكواتوريال هذه استويه. السلام عليكم. هذه اللقطة ستكون حديث العالم بسبب ما حدث لنهضة بركان المغربية بعد وصولهم لمطار الجزائر، والمحلل الجزائري علي بن شيخ يثور غضبا في النظام الحاكم بسبب المغرب. شاهد ماذا حدث. ولكن قبل البدء لا تنسوا الاعجاب بالفيديو وتعطير فمكم بالصلاة على رسولنا الكريم. وصلت بعثة نهضة بركان المغربي إلى الأراضي الجزائرية بعد رحلة ماراثونية، حيث سافرت بعثة نهضة بركان من الرباط إلى باريس ثم إلى تونس، ثم دخلت إلى الأراضي الجزائرية بعد غلق المجال الجوي أمام الطائرات المغربية. وبعد وصول بعثة نهضة بركان إلى الجزائر، فقد نقلت الإذاعة التونسية أن الأمن الجزائري اعتدى على أحد عناصر طاقم تقني لنهضة بركان من أجل مصادرة أقمصة نهضة بركان التي تحتوي على خريطة المملكة المغربية، وكذلك على أجهزة التصوير الخاصة بالفريق. ونقل المصدر كذلك أن أجهزة الأمن الجزائرية تخوفت من القمصان التي تحتوي على خارطة المغرب، وأيضا من أجهزة التصوير، فهذا لا يحدث في أي دولة في العالم إلا في الجزائر. وهذا الذي جن جنون الإعلام الجزائري، حيث صرح علي بن شيخ وأدلى بتصريحات للإذاعة الجزائرية منذ قليل وقال: هذا المشهد الذي فعلته أجهزة الأمن الجزائرية مع نادي نهضة بركان هذا مشهد عبثي ولا يحدث في أي دولة في العالم إلا في الجزائر، فلماذا نعتدي على فريق نهضة بركان ونصادر قمصانهم وأجهزة التصوير الخاصة بهم؟ فهذا لا يجوز. فهل العسكر الجزائري خائف من تلك المعدات ووصل بهم الحال أن يحتجزوا قمصان النادي المغربي بداعي أنها تحتوي على خريطة المغرب؟ فالجزائر أصبحت أضحوكة للعالم. فبعد هذا المشهد أعتقد أننا لا نستطيع تنظيم دورة رمضانية. وفي النهاية شاركونا رأيكم حول هذا الموضوع، ولا تنسوا الاشتراك في القناة.